الموسم الكروي في الدوريات الأوروبية انتهى بنهاية الدوريات الأوروبية الكبرى. وكمان متابعتنا للموسم الكروي أسفرت عن بعض الأرقام القياسية اللي هنسردها ليكم النهاردة في الفيديو. مع الدوري الإنجليزي، وطالما هنجيب سيرة الدوري الإنجليزي فهنتكلم عن بطل الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو مانشستر سيتي، واللي بيضم في صفوفه العملاق النرويجي إيرلينج هالاند، واللي هيتمحور الكلام عليه في 3 نقط رئيسية. النقطة الأولى هو إنه إيرلينج هالاند الدولي النرويجي هو يعتبر أصبح أكثر من سجل أهدافا في تاريخ الدوري الإنجليزي بجميع أنظمته، النظام الجديد أو النظام القديم، متفوقا طبعا في النظام الجديد على محمد صلاح واللي كان مسجل 32 هدف، ومتفوقا بالنظام القديم على الدولي أو الأسطورة الإنجليزية ألان شيرر واللي سجل في موسم واحد 34 هدف. تفوق عليهم إيرلينج هالاند بتسجيله 36 هدف في موسم واحد. ويجي استمر في تحطيم الأرقام بتحطيمه رقم قياسي جديد، وهو إنه أول لاعب يسجل هاتريك في 3 مباريات متتالية على ملعب فريقه استاد الاتحاد. سجل في 3 مباريات النرويجي إيرلينج هالاند قرر يكمل في طريق كسر الأرقام القياسية، وكسر رقم قياسي جديد، وأصبح هو أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي تسجيلا ل4 هاتريك أو 4 مرات هاتريك، طبعا في وقت بيقدر ب 19 مباراة، متفوقا طبعا على الأسطورة الهولندية ونجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رود فان نيستلروي، واللي سجل 4 هاتريك في 23 مباراة. النجم الدولي البلجيكي كيفن دي بروين نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أصبح أسرع لاعب يصنع 100 هدف في وقت يقدر ب 237 مباراة، متفوقا على صاحب الرقم القياسي طبعا في تاريخ الدوري الإنجليزي، وهو اللاعب الإسباني الدولي السابق طبعا سيسك فابريجاس نجم تشيلسي وأرسنال السابق، واللي كان أسرع لاعب يصنع 100 هدف في 293 مباراة، ولكن طبعا النجم الدولي البلجيكي كسر الرقم بفارق 56 مباراة. النجم الدولي الجزائري رياض محرز أصبح اللاعب الإفريقي الأكثر حصولا على بطولة الدوري الإنجليزي بواقع 5 بطولات دوري إنجليزي، 4 منهم مع مانشستر سيتي وبطولة وحيدة مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي، متفوقا طبعا على اللاعب والنجم الدولي الإيفواري السابق ديديه دروجبا صاحب ال4 ألقاب مع نادي تشيلسي الإنجليزي. نجم نادي مانشستر سيتي وقائد المنتخب الجزائري لم يكتفي برقم قياسي واحد، وقرر يصبح له رقم قياسي آخر، وهو انه اصبح اكثر اللاعبين الافارقه صناعه للاهداف في تاريخ الدوري الانجليزي بواقع 61 مساهمه في صناعه الاهداف، ومتخطيا طبعا الرقم القياسي السابق للاعبين الافارقه واللي كان بيحمله محمد صلاح برصيد 59 مساهمه في صناعة الأهداف، وطبعا يسبقه أو يليه اللاعب الإيفواري الدولي السابق ديديه دروجبا برصيد 55 صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي. منذ بداية القرن الحالي ونادي أرسنال الإنجليزي هو صاحب أطول فترة صدارة في تاريخ الدوري الإنجليزي دون أن يحقق اللقب، يعني تصدر البطولة دون أن يحقق اللقب بواقع 248 يوم. المدرب الإيطالي المخضرم والمدير الفني الحالي لنادي ريال مدريد الإسباني وهو المدرب كارلو أنشيلوتي،
أصبح هو الأكثر مشاركة والأكثر خوضا للمباريات، أو أكثر المدربين خوضا للمباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ بواقع 191 مباراة. النجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي أصبح هو اللاعب الأكثر تسجيلا في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى، طبعا برصيد 497 هدف، متخطيا الرقم القياسي المسجل طبعا باسم اللاعب الأسطورة الأخرى وهو كريستيانو رونالدو، واللي كان يعني سجل 495 هدف. فالدولي النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نادي نابولي الإيطالي أصبح اللاعب الإفريقي الأول الذي يفوز بلقب هداف الدوري الإيطالي، كما أنه أصبح أكثر لاعب إفريقي يسجل أهداف في الدوري الإيطالي خلال موسم واحد، متفوقا على صامويل إيتو برصيد 22 هدف. النجم السويدي المعتزل حديثا زلاتان إبراهيموفيتش أصبح اللاعب الأكبر في تاريخ الدوري الإيطالي تسجيلا للأهداف، حيث سجل هدفا وهو في عمر 41 عام 166 يوم.